هلو يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون كله حلو. والنهارده حلقة جديدة وعن ازاي اللي احنا نعمل presentation in English. How to make an effective presentation in English. واول حاجة النهارده لازم نعرفها، لازم تعرف ايه هو نوع ال presentation اللي انت هتقدمه. What are the types of presentation. اوكي، نوع البرزنتيشن مهم جدا لان هيفرق معاك ازاي اللي انت تبرزنت اللي انت هتقوله، ازاي تعرض اللي انت هتقوله. Here are some examples of business presentations. وأول نوع معانا وهو ال press conference. وال press conference هو خاص بال CEOs، أوكي، بال chief executives. أوكي، مثلا لو شركتين هيعملوا cooperation مع بعض، طبعا بيكونوا الصحفيين موجودين. الشركات مثلا بتعمل deals مع بعضها، فعشان كده ده خاص بال CEOs. Okay, the chief executives of two companies tell journalists. وكلمة journalists معناها الصحفيين why their companies have merged. ليه هم عملوا دمج، وده كده نوع اسمه press conference. Number two, demonstration. Well, demonstration, the head of research and development gives a presentation to non-technical colleagues about a new machine that the research and the development department has just completed. الديمونستريشن دوت هنا نوع آخر من البرزنتيشن. والديمونستريشن ده أنا بعرض توضيحي. عرض التوضيحي زي إيه؟ بشرح مثلا حاجة، زي مثلا بشرح خدمة ال AI الجديدة، بشرح للموظفين مثلا بتوع قسم المبيعات أو قسم التسويق مثلا هم هيعملوا إيه. أوكي، فده هنا أنا بشرح شيء. اوكي، بحسن من شيء. ليه؟ للناس اللي هم نون تكنيكال. لما احنا مثلا بنشوف فيديو على اليوتيوب، ازاي الأداة ديت بنستخدمها، ازاي المكنسة بنستخدمها، فدي كده ايه؟ demonstration. Number three, we have a product launch. A car company announces a new model. طبعا احنا كلنا البرودكت لانش. سمعت عن اللانش الجديد يا فندم من ماونتن فيو او من اكس او من المطورين او whatever. اللانش الجديد دوت ده المنتج الجديد بتكون الشركة منزلاه وهم بيبدأوا يعلنوا عنه، وده كده اسمه البرودكت لانش. اوكي. نمبر 3 الوركشوب. والوركشوب معناها ايه؟ company employees do practical exercises on time management. وهنا الوركشوب دي أكتريتها، وده مثلا تسمع عن workshop. أنا مثلا عاملة workshop عن how to pass the interview، إزاي تعدي أو تجتاز مهارة المقابلة الشخصية، إزاي تثبت نفسك، فده هنا workshop. والworkshop هو مش كورس، أوكي، هو بيكون عدد ساعاته قليلة، تمام، ورشة بتحضرها بتطبق عليها، بتكون أكترها إيه؟ do practical exercises. تمام. مثلا session time management. session مثلا زي البرزنتيشن، لما انت تيجي مثلا تشترك في الوركشوب بتاعت البرزنتيشن هتعرض قصادي، فدي هنا الوركشوب. Number 5 والأخيرة وهي السيمينار. و a financial advisor gives advice to people about investments. زي ما بنشوف ناس بتطلع تنصحنا ازاي تستثمر فلوسك، ازاي نعطي نصايح، ازاي تدير حياتك، اي نصيحة فيها advice مثلا. دي كده بتكون سيمينار، ندوة. تمام، من الآخر السيمينار هو ندوة. يبقى احنا كده عرفنا الفايف types of presentation. The first one press conference, the second one demonstration, third one product launch, number 4 workshop and seminar. أكتر الحاجات اللي انتوا بتدخلوا فيها أو اللي انتوا بتعملوا لها presentation بيكون ال workshop وال demonstration. تمام، أو product launch خاصة الناس بتوع السيلز والماركتينج. لو انت بقى عايز تعمل personal branding ليك، او لو انت مثلا instructor coach بتدي نصايح، شغال في الكارير كوتش واللايف كوتش، فتبقى سيمينار. الناس اللي هي بتكون في الشركات وبتعمل presentation قصاد المديرين بتوعها، بتبقى بتستخدم الباور بي اي او كده، بتبقى تحت بند ال demonstration.
اتمنى اكون فدتكم. انا مع حمدي بزنس انجلش كوتش، ده نص عليا ونص عليك، واستنوني في الحلقة الجاية هنعرف اكتر عن البرزنتيشن.